الا بغيتيو لي ماكارون ينجحوا لكم تبعوا هاد لا فيديو. غادي نبسط لكم ان شاء الله الوصفه ديال لي ماكارون. في هاد لا فيديو ان شاء الله غادي نوريكم كيفاش تصوبوا لي كوك ديال الماكارون. ما تنساوش الاشتراك، لايك، تبارطاجيو معكم لا فيديو الناس اللي مهتمين بهاد لا روسيت هادي. السلام عليكم. في هاد الفيديو غنوريكم كيفاش تصايبوا دي ماكارون كيجيو كيلمعوا كيجيو ليس. دونك الا بغيتيو هاد لي ماكارون تبعوا هاد الطريقه راها سهله. انا اول حاجه عندي بودره اللوز. دونك بودره اللوز كتكون خاصه بالماكارون، كتكون رقيقه وكتكون دايره بحال الدقيق. هنا عندي 60 غرام ديال بياض البيض. هنا عندي 80 غرام ديال السكر كلاصي. السكر كلاصي خاص بالحلويات، كتكون فيه واحد النسبه ديال النجا. وهنا عندي 90 غرام ديال سكر سنيده. دونك غادي نطلعوا دابا ان شاء الله المورانغ ديالنا. دونك انا عندي اناء ما خصوش يكون فازق، خصو يكون ناشف، ونستعمل الطراب الكهربائي. دونك انا اول حاجه غادي نجي ندير بياض البيض ديالي، وندير غير واحد شويه ديال السكر، غير واحد شويه ماشي بزاف. هنا العمليه اللي غندير هي انني غادي نطلع بياض البيض ديالي. فاش نحس ان السكر داب يعني ما بقاش كيبان، غادي نزيد بحال هاد الكميه هذه شويه بشويه شويه بشويه حتى كيطلع كامل. دونك في الاول كنطرب غير بسرعه واحد. الوغ هنا كنطرب وحط هاد الزلافه قدامي باش فوقاش ما نحس ان بحال دابا هكا راني خلطت يلاه واحد 5 ديال الثواني. غادي نزيد عاوتاني واحد شويه ديال السكر، كنضربو بسرعه واحد. هنا نزيدو عاوتاني واحد شويه. الوغ هنايا زدت دونك اللي تبقى لي من السكر كما كتشوفوا زدتو، طربت واحد 5 ديال الثواني على ما تخلط ليا. هنا شنو نديرو؟ غادي نطربو دابا بسرعه ماكسيموم حتى يطلع لنا البياض ديال البيض مزيان، ونقول لكم فوقاش تحبسوا بتطلع. دونك هنا كما كتشوفوا فاش كنطلق لي باتور راهم كيبقاو واقفين. هنا سا فو دير كو راه لا مورانغ واجده بالنسبه لي ماكارون. وثاني حاجه كتشوفوا ان هنا عندي المنقار، راه ما كيهبطش، راه شاد راسو كما كتشوفوا، يعني راه ما كيطيحش، يعني ما كيتقطعش، شاد راسو. سا فو دير كو لا مورانغ راها واجده. دونك غادي ندوزو ان شاء الله المرحله اللي جايه. الله يخليكم. الى كنعاودها بالنسبه للناس اللي يعني نساو انهم يديروا لايك، كنطلب منهم انهم يديروا لايك الا كان بالامكان، بارطاجيو وخليو لي التعليق باش نعرف الوصفات اللي نديرو ان شاء الله في المره الجايه. هنا نحاولوا نغربلو السكر كلاصي ديالنا حيت كما كتشوفوا فيه حجرات اللي ما غاديش يتخلطوا لنا مع سميتو. غادي نجيو نزيدوه مع البودره ديال اللوز. دونك هنايا عندي بودره اللوز، وهنا عندي السكر كلاصي. هنا عندي واحد لا ماريز كما كتشوفوا، هي كتكون بحال سباتول ولكن كتكون ديال البلاستيك وكتعوج. علاش؟ باش كتمشي للقنات كاملين ديال يعني ديال الاناء فين نخلطوا. دونك هنا كنجيو غير كنخلطوا بشويه بحال هكا. هنا عندنا لا ميرانغ ديالنا. انا بحال دابا غادي يعني بغيت نديرهم فرومبواز. دونك غادي ندير الكولورون احمر، درت غير واحد شويه كما كتشوفوا. وهنا غادي نجيو هنا درنا النواشف ديالنا كاملين، وغادي نجيو نخلطوا. بالنسبه للناس اللي كيقول لك خصك غير بشويه، لا، انا نقول لكم تخلطوا يعني بلا ما تخافوا انكم تطيحوا بياض البيض. مع اللون اللي زدنا راه كتلون شويه بشويه. هنا هنا الهدف الاول من قبل ما نديروا المكروناج، انا خصنا غير نخلطوا باش ما تبقاش البودره باينه، بودره اللوز والسكر كلاصي. خصنا غير نخلطوا مزيان ونحصلوا على خليط اللي يكون يعني متجانس من حيث اللون
من حيث القوام. انا دابا خلطت، ها هو الخليط ديالنا راه هو تخلط مزيان. هنا نبداو العمليه ديال المكروناج. دونك هنا غادي نحاول نقرب واحد شويه باش تشوفوا مزيان. غادي نحاول نطلع واحد شويه باش تهبط الكاميرا وتشوفوا كيفاش كندير المكروناج. دونك بالنسبه للمكروناج غادي نمشي من الجهه الاخرى باش ما ندرقش بيدي الكاميرا. المكروناج هو كناخذوا دونك بلا سباتول ديالنا، كناخذوا الخليط ديالنا كنطلعوه وكنبركو عليه. كناخذوا الخليط ديالنا كنطلعوه وكنخلطو. نحاول ندير هكا باش تشوف مزيان. كناخذ الخليط ديالي كنهبط لتحت بلا سباتول، كنطلع وكنبرك، نطلع وكنبرك، كنحاول نطلع وكنبرك. بالنسبه للناس اللي جاتهم صعيبه هاد العمليه هادي، نحاول نعاودها عاوتاني بالديزوم باش تشوفوا مزيان. هنا كنهبط من تحت الخليط كنطلع وكنبرك، وهاد العمليه كنعاودها حتى كنحصلوا على واحد القوام كما يعني عادي نقدر نوريه لكم. حتى كتشوفوا ان يمكن لكم ديروا خط بالمكرون، وهذا الخط راه مستمر كما كتشوفوا. كيفاش نقدروا نعرفوا ان راه لي ماكارون ديالنا راهم وجدوا. دونك صافي نحبسوا حنا هذه العمليه هذه. هي فاش كنديروا هكا كنلقاو ان راها كتجمع كما كتشوفوا، راه كتجمع شويه بشويه شويه بشويه. دونك هنا ما كتبقاش يعني ديك الفراغ ما كيبقاش حيت كيتجمعوا حيت كيتصلى. هنا كنعرفوا ان المكرون ديالنا راه هو واجد. خصنا نحبسوا المكروناج. الا زدنا عاوتاني المكروناج كتولي كيولي المكرون سائل، وبالتالي ما كنقدوش نبوشيهم وما كيطلعوناش يعني ما كيطلعوناش في الفران مزيان. درتهم في واحد لا دوي سامبل، يعني دوي عاديه. غادي نجيو نبوشيوهم غير شويه. هنا نطيبوهم على 160 درجه لمده 12 دقيقه. دونك خاص حتى يسخن الفران مزيان، يعني حتى يوصل ل 160 درجه بالمروحه الفوق والتحت. عاد كنديروهم وكيطيبوا 12 دقيقه. الوغ بالنسبه للناس اللي الا جربوا هاد لي ماكارون وطلعوا لهم خاويين من الداخل، يعني الفران ديالهم جهد. دونك ما خصوش يدير 160، خصو يدير غير 150 ولا 155. الا ما كانوش طايبين مزيان دونك خصكم تخليو 160 درجه، ولكن تخليو اكثر من 12 دقيقه. يعني كل واحد والفران ديالو. انا فاش تعلمت هادشي ديال لي ماكارون عطاوني هاد القضيه ديال 160 درجه بالمروحه، لا بد خص المروحه الفوق والتحت 12 دقيقه على 160 درجه بالمروحه الفوق والتحت، وطابوا لي مزيان. دونك يعني كما كنقول لكم 160 درجه بالمروحه لمده 12 دقيقه الفوق والتحت. لكم واحد القضيه مهمه، ان هنا فاش كنجيو نحركوا الماكارون كتشوفوا انا راه ما لاصقش مع هاد السنيسه اللي كاينه لتحت. هي كتشوفوا راه ما لاصقش، يعني راه مازال ما طاب. حتى كيلصقوا جوجهم، يعني فاش كتحرك الفوق كيتحرك معها حتى لتحت، يعني انهم يعني راه متلاصقين. عاد كنعرفوا ان راه الماكارون طاب. دونك انا كما كتشوفوا درت ليا 12 دقيقه كما كتشوفوها. فاش كنجيو نحركوا نوريكم شي وحده، فاش كنجيو نحركوها ما كتحركش يعني من غير السلسله ديالها، هذه كنعيطوا لها السلسله. دونك ما كنجيوش فاش كنجيو نحركوها كتحرك مع السلسله، يعني راه لاصقه فيها. انا كنخرجوهم ديك الساعات من الفران ديالنا وكنكونوا حصلنا على هاد لي ماكارون كما كتشوفوا. دونك انا ماكارون فرومبواز. ان شاء الله في الحلقه الثانيه غادي نوريكم كيفاش نصوبوا لي غاناش باش نعمروهم. دونك كنتمنى ان هذا الدرس يكون جاكم سهل. ما تنساوش الاشتراك، ما تنساوش تخليو لايك الى هاد لا فيديو عجبتكم ويعني وسهلت لكم بزاف ديال الحوايج ولا عاونتكم. تخليو لي في التعاليق الا كان بالامكان انكم تخليو لي في التعاليق يعني الوصفه اللي تبغيو نشوفوها ان شاء الله من بعد. وشكرا بزاف.